الأخيرة من مسلسل إيش إيش. طبعا بصوا يا جماعة، أنا حصل لي ايرور. يعني إيش إيش اتجوزت فارس اللي في مسلسل تقابل حبيب. أنا حصل لي ايرور يا جماعة بجد والله العظيم. في الحلقة دي كانت نهايتها نهاية سعيدة، والحمد لله إنها كانت نهاية سعيدة. إيش إيش اتجوزت مين؟ فارس. إيه اللي حصل عشان إيش إيش تتجوز فارس اللي هو ما طلعش باسم ده؟ اتجوزت منه وخلفت. إيه اللي حصل في بداية الحلقة؟ طبعا كلنا عارفين إن إخلاص اتقتلت. طبعا الحمد لله ما طلعش، الحمد لله إنها ما ماتتش وكده. وطبعا مين اللي كان عايز يقتلها؟ رجب في السجن سلط حد يقتل اخلاص. وطبعا مختار قال له خلاص كله تمام، هي اتقتلت. قال لها الله يرحمها اخلاص. طبعا ايش ايش اتجننت وودوها المستشفى، والحمد لله طالعه لسه فيها الروح. طبعا ايش ايش راحت لرجب وقالت له انت اللي عملت كده، انت بتصدق بقى؟ انا هقف هنا واصورك وانت طالع وامي لسه فيها الروح، ولسه هنشمت فيك اكتر واكتر. ولو انت فاكر ان انا لسه بحبك، لا يا حبيبي خلاص، بعد اللي انت عملته فيا خلاص انا خلاص مسحت قلبي ده باستيكه. وكل ما افتكرك كل ما افتكرك هفتكرك بس وانت بتقتل امي. وانت خلاص يلا يا هلافيت انتوا كلكم بقى على السجن، عشان انا ايه عايزاه اجيب لكم عيش وحلاوه. وقعدت تتريق عليهم من هنا لهنا لهنا لهنا. طبعا كلهم زي ما انتم شايفينهم كده قاعدين بيفكروا في اللي حصل، وهو راجع متغاظ جدا جدا جدا. وفي المستشفى كانت طبعا اخت اخلاص عماله تصوت وتزعق وخايفين عليه وعمالين يعيطوا. وكمان عبد العاطي طلع مادة خلاص فعلا مادة رجب على كل أملاكه، وبقت الأملاكه كله ليها. والظابط هنا كان بيشوف مين اللي قتل إخلاص، وعرف مين اللي قتل إخلاص. هو اللي قتل الصبي بتاعه اللي كان شغال عند الظابط. وهنا كانت طبعا ايش دخلت عشان تواجهه وتقول له انت اللي عملت كده في امي. وطبعا هو كان بينكر قدام الضابط، لكن هو طبعا هو مش بينكر قدامها هي. لا، قعدت تقول له انا كده مش ندمانه، انا كده الحمد لله انا سلمتك، وانا اللي سلمتك بايدي. المره هي اللي سلمتك بايديها، العلمه هي اللي كسبت يا رجب. طبعا رجب هنا كان متغاظ جدا جدا جدا. وكمان عبد العاطي مسك شاديه. راحت شاديه عشان تقول لي ايش ايش يلا إيه انا شمتانه فيكي عشان اشوف جايه واشوف امك ايه هي بقى ماتت ولا لسه. طبعا قالت لها عايزه اقول لك على حاجه تانية، عايزاكي عشان تشمتي كويس. عبد العاطي مضاكي انتي وكل املاك رجب ليا انا لوحدي. قالت له يعني انت مضيتني ليا انا وانت؟ قال لها لا، انا انت انا بس انا اللي انا بس يعني انا بس اللي خدت الثروه كلها. طبعا اتشالت واتهبدت وطبعا واتغاظت جدا. وعبد العاطي هنا كان بيقول لي ايش عشان عايزه اديكي حته من التورته عشان انت السبب في كل اللي انا فيه ده. فقالت له امشي من هنا يا عبد العاطي بدل ما اتفرج عليك المستشفى. وطبعا شاديه راحت لعبد العاطي وقالت له هو انت ايه خلاص مضيت راجع على كل حاجه وانا معاك طبعا صح؟ قال لها لا طبعا انت مش معايا، انت طول عمرك بتعامليني على اساس اني خدام. بقول لك ايه، امشي اطلعي بره بقى. وراح لها البيت عند البيت اللي هي عايشه فيه. وكانت لبنى قاعده، ولبنى قالت لهم انا زهقت منكم. وراحت شاديه قالت لهم انا كمان زهقت منك، ده انت وشك شبه القرده. انا غلطانه اصلا ان انا وافقت على الجوازه دي، وانا كنت ما بحبكيش طول عمري ما بحبكيش. ومختار هو دايما ما بيحبكيش هو كمان، بس انا كنت بقول يلا مش مهم عشان المصلحه. راحت طارده لبنى بره. وفي نفس الوقت عبد العاطي جه طرد شاديه بره وخلاها على الحديده وخلاها تشحت في الشوارع. وراحت قايله شاديه هي انا كنت ضربت لبنى كتير ولا حاجه، هترضى ان احنا نقعد عندها؟ وبس كده. طبعا خلاص جابوا طبعا الراجل اللي قتل اخلاص. وكل واحد يعني حسوني كده ان هو رايا وسكينه قاعدين. عارفين قضيه رايا وسكينه يا جماعه؟ لما كان الراجل اللي هو قاعد يخلي الناس كده ايه تعترف على بعضها وايه ويضحك على ده ويقول ده بلغ عنك وده بلغ عنك، ويضحكوا على بعض لحد ما وقعهم كلهم مع بعض وايه وكلهم اعترفوا على بعض. عشان كان كل واحد فيهم يقول لا انا ما حدش عمل فينا حاجه، انا ما اعرفش عن جريمه القتل دي بتاعت اخلاص وعن كل جرائم القتل. بعد ما طبعا وقعهم كلهم في بعضهم وقال لي ده اعترف عليك، ويقول لي مختار ده رجب اعترف عليك، ويقول لي فرج ده رجب اعترف عليك. كلهم وقعوا في بعض وخلاص كلهم وقعوا في بعض واعترفوا ان هم اللي قتلوا. بعد كده الشينا جت لرجب البوليس تاني وعشان تصوره وتقول له بص انا خدت الصور دي منك علشان اوريها لامي عشان افرحها، امي مش هتموت غير فرحانه. وقعدت وتقول له العلمه هي اللي كسبت. وهنا بقى نص قال صفاء قال لها انا في حاجه غريبه كده عايزه اقولها ليكي، انا بقيت احبك وما بقيتش احب اقعد غير معاكي وبقيت احب احكي معاكي. طبعا هي فرحت جدا وقالت له قولوا والمصحف اللي بيحصل ده؟ قال لها والله العظيم. طبعا ما كانتش مصدقه وراحت طبعا ايش ورت الصور لامها في المستشفى وفقت. وهنا بقى ايش وقعت في حب جديد بعد ما اتعلمت طبعا كورس الانجليزي وخدته كله، وراحت اشتغلت كول سنتر وحبت
الراجل اللي معاها فارس تفوت تقابل حبيب، انا مش عارفه ايه اللي حصل يا جماعه. وبس كده تكون انتهت الحلقه بنهايه سعيده، والحمد لله انا راضيه. انا كنت زعلانه على رجب، بس انا راضيه دلوقتي بفارس، مش مهم مش مهم يا جماعه. يلا، لو عجبتكم الحلقه اشتركوا في القناه، وبس كده استنوني بقى في حاجات العيد بقى، وبس كده، وباي باي، كل سنه وانتم طيبين.